كانوا بيفحطوا تحت الفيلا وهم بيهدوها. ساعتها العمال لقوا صندوق كبير وكانوا متوقعين ان هو فيه كنز، وكمان كانوا متفقين مع بعض ان هم يقسموه. بس لما فتحوا الصندوق اتفاجئوا بوجود هيكل عظمي، فخافوا كلهم وهربوا من الموقع، واتصلوا بالشرطة علشان تيجي وتحقق في جريمة أغرب من الخيال. وتبدأ الحكاية لما واحد راح من العمال اللي شغالين في البنى لاسم الشرطة علشان يقدم بلاغ ان هو لقى صندوق فيه هيكل عظمي، وفعلا الشرطة تتحرك لمكان البلاغ، وكان معاهم فريق البحث الجنائي اللي أكد لهم إن الهيكل العظمي اللي موجود في الصندوق لإنسان، وتم نقله للمشرحة علشان يتعرض على الطب الشرعي ويعرفوا هوية الهيكل وسبب وتوقيت الوفاة. وابتدت الشرطة تعمل تحرياتها كالعادة لحد ما يطلع تقرير الطب الشرعي، وعرفوا إن المكان اللي كان فيه الصندوق عبارة عن فيلا مهدودة، وكانت الفيلا دي قديمة قوي وصاحبها واحد من الناس الأغنياء المعروفة في المنطقة، وكانت الفيلا ورث مراته عن أبوها، وهو قرر يهد الفيلا ويبني مكانها فندق كبير. وكانت مساحة الفيلا كبيرة قوي، وفعلا ابتدى مشروعه. ولما كانوا بيفحطوا تحت الفيلا وهم بيهدوها، ساعتها العمال لقت الصندوق ده، ولما طلعوا الصندوق فتحوه علشان يعرفوا ايه جواه، وكانوا ساعتها متوقعين ان هم يلاقوا كنز مثلا، وكمان كانوا متفقين لو لقوا الكنز ساعتها يقسموه سوا. بس لما فتحوا الصندوق لقوا الهيكل العظمي اللي قلنا عليه. ساعتها معظم العمال هربوا من الموقع إلا عدد قليل جدا، ومنه العامل اللي راح القسم علشان يبلغ إن هم لقوا الهيكل العظمي في الصندوق. في الوقت ده الشرطة استدعت رجل الأعمال صاحب الفيلا علشان يفهموا حقيقة الجثة اللي كانت موجودة في الصندوق، فعرفوا منه إن هو اسمه جمال نصر. ولما سألوه عن الصندوق اللي العمال لقوه تحت الفيلا بتاعته، قال لهم إن هو ما يعرفش عنه حاجة خالص. فسألوه انت اشتريت الفيلا دي امتى؟ فأكد لهم المعلومة اللي وصلت لهم بأن الفيلا دي ورث مراته من أبوها، وهما الاتنين ما يعرفوش حاجة عن الصندوق. فقال لهم ممكن يكون الصندوق ده مدفون من 100 سنة مثلا. ساعتها لو هي جريمة مش هيبقى ليها أي لازمة، لأن الجاني والمجني عليه أكيد ماتوا. وكلام جمال كان مقنع جدا للنيابة، وكان عنده حق، لأنها لغاية دلوقتي معرفتش الجثة اللي في الصندوق دي بقالها كام سنة، وكان لازم يستنوا تقرير الطب الشرعي اللي أكيد هيوضح لهم حاجات كتيرة قوي. علشان كده سابوا جمال يمشي، لأن مفيش أي تهمة توجهت له لغاية دلوقتي. وبعد يومين جه تقرير الطب الشرعي واللي كان فيه معلومات مهمة قوي. أول حاجة الهيكل بيرجع لشاب عمره حوالي 25 سنة، أما سبب الوفاة فكانت جريمة قتل نتيجة طعنات في الصدر والرقبة. وأهم معلومة إن الجريمة دي حصلت من حوالي 30 سنة، ورغم إن الجريمة حصلت من مدة كبيرة قوي بس كان لازم يحققوا فيها. وفكروا إن الشخص الوحيد اللي ممكن يكون عنده معلومات عن الجريمة دي أكيد هي مرات جمال، واللي ورثت الفيلا من أبوها. وساعتها الشرطة استدعتها علشان تحقق معاها، وعرفوا إن اسمها نرجس وعندها 45 سنة. ولما سألوها عن الجثة اللي في الصندوق بدأت تحكي قصة أغرب من الخيال، وقالت لهم مش عارفة هتصدقوني ولا لأ لو قلتلكم إن بقالي 30 سنة بحلم باليوم ده اللي أحكي فيه اللي حصل وأشيل الحمل ده من على قلبي. الأول أنا حابة أعرفك إن الجثة اللي كانت موجودة في الصندوق دي بتاعت حمزة، وده يبقى ابن عمي، ولو عملت تحرياتك عنه هتعرف إن هو مختفي من 30 سنة ومفيش حد يعرف له مكان لحد دلوقتي. بس الحقيقة أنا كنت عارفة مكانه طول السنين دي كلها، وكمان عارفة مين القاتل، واللي قتلته أمي الله يرحمها. وبدأوا يسألوها أمك موتته ليه وإيه السبب؟ هنا قالت لهم إن حمزة ابن عمها كان شاب متهور جدا وضيع كل ثروته على القمار، وهي كانت البنت الوحيدة لأكبر تاجر في البلد، وكانت هتورث من أبوها ثروة كبيرة قوي. وعلشان كده حمزة كان عاوز يتجوزها بأي شكل، لدرجة إنه تقدم لها وهي لسه عندها 15 سنة، فأبوها رفضه علشان لسه صغيرة، وفي نفس الوقت علشان سمعته وحشة جدا، وعلشان فلوس أبوها ما تروحش برا ولا تضيع من إيده. كان الحل الوحيد إن هو يتجوزها بالغصب. وساعتها عمل معاها حاجة عمرها ما قدرت تنساها لحد اليوم ده، علشان أبوها متعود في راس السنة يعمل حفلة كبيرة جدا، وكان بيعزم فيها التجار ورجال الأعمال. واليوم ده بيبقى زحمة قوي وكل اللي موجود بيبقى مشغول. وفي اليوم ده كنت بتمشى في جنينة الفيلا بتاعتنا، وما انتبهتش ان في حد ماشي ورايا، وفجأة لقيت في منديل اتحط على وشي، وما حسيتش بنفسي الا وانا بفوق، ولقيت نفسي للأسف فقدت عذريتي. واتصدمت طبعا لما ده حصل، واتفاجئت ان حمزة ابن عمي هو اللي عمل معايا كده، وقال لي لازم اهدى وما اعملش فضيحة لان الحفلة لسه شغالة،
وطلب مني ساعتها استنى لبعد الحفلة علشان محدش يحس بحاجة، وقال لي اللي عمله ده لمصلحتي علشان يجبر بابا انه يوافق على جوازي منه. وبعد كده مشي وسابني بالشكل ده، وانا ما دخلتش جوه الفيلا الا لما الحفلة انتهت. ولما دخلت اللي شافتني امي، واتفاجئت بالدم اللي كان على هدومي، وساعتها خدتني وخبتني وخافت تقول لبابا علشان ما كانش هيستحمل الصدمة. وعرفت مني كل اللي حصل، وطلبت مني ما اقولش لحد اي حاجة وكأن مفيش حاجة حصلت. في الوقت ده كنت مصدومة من امي ومش عارفة هي ناوية على ايه، وفي لحظة حسيت انها كل اللي خايفة عليه سمعتنا وبس. بس اكتشفت ان الحقيقة كانت غير كده خالص. امي كانت بتفكر تاخد حقي بايديها، وفعلا ده اللي حصل لما طلبت من حمزة ابن عمي انه يجيلها الفيلا لما بابا ما يكونش موجود. وطبعا هو كان عارف انها تكلمه في جوازه مني، وانا كنت واقفة على السلم في الوقت ده من غير ما حد يشوفني. وشفت اللي حصل بين ماما وحمزة، كانت متعصبة عليه جدا وهو كان بيتعامل معاها بكل برود. وفجأة شفت ماما مسكت السكينة اللي كانت محضراها جنبها وطعنت حمزة اكتر من مرة في صدره ورقبته. في الوقت ده كانت مفضية الفيلا من كل الناس اللي شغالين فيها، وسحبت جثة حمزة وحطته في صندوق كانت محضراه ودفنته في المكان اللي العمال لقوا فيه الصندوق. وبعد ما اعترفت نرجس انهارت وقعدت تعيط لأنها افتكرت اليوم المشؤوم واللي حصل لها فيه، بس كل أقوالها كانت مطابقة لتقرير الطب الشرعي. وزي ما قالت الجاني والمجني عليه ماتوا، يعني مفيش جريمة. وبصراحة حمزة كان يستاهل اللي جراله، وكان كل جرم نرجس في الجريمة دي إنها شافتها وما بلغتش. بس دايما لازم نفتكر روح القانون، إزاي نعاقب نرجس على حاجة زي دي. وعلشان كده اتقفلت القضية، والنيابة أمرت بتسليم جثة حمزة للباقي من أهله. وحتى جمال جوز نرجس النيابة معرفتوش حاجة من اللي عرفته عن مراته، حفاظا على شكلها قدامه وحياتهم مع بعض. واتقفلت القضية على كده.